السلام عليكم، شلونكم؟ وياكم شهد بفيديو جديد، ونبقى على موعدنا كل خميس ان شاء الله. كنت اريد اشارك وياكم روتين يومي خفيف، بس سبحان الله مو كل شي يصير مثل ما نخطط. مثل ما يقولون تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هذا الاسبوع قضيناه بين الاطباء والمستشفى. بنتي تمرضت اسم الله عليكم، وطبعا اكيد هي انعدت من اخوها، بس الفيروس كان عندها اقوى، والحمد لله هسه شوية احسن، دعواتكم الها. طلعنا من المستشفى، خدنا ريوق بطريقنا ورجعنا للبيت. تقريبا كانت ساعة ب8:30 الصبح، وولدي عبودي وعزوز ينتظرونا بالبيت. عبودي هو عبد الرحمن، وعزوز هو عبد العزيز حتى تعرفوهم. أخذنا كاهي وبورقاية ورجعنا للبيت. لفتت نظري هاي العبارة اللي مكتوبة على الكية: البيت الما بيه جنة جنة. خطية الظاهر متعقد من الجناين. تتفقون ويا هاي العبارة لو لا؟ أول ما وصلنا للبيت طلعت الريوق، طبعا حطيت طور الشاي على النار، وهذه البورقاية المسطحة شكلها يشبه الكاهي تقريبا، بس هم يقطعوها ويقدموها. وهذا الكاهي مالتنا. احنا قليل نجيب كاهي، غالبا هو بالعيد، بس يعني مرات تصدف بيناتها نجيبه، الجهال يحبوه. كله مقطع وجاهز. حضرت الشيرة، طبعا هنا الشيرة كانت كلش حارة، فرغتها بالكاسة وقطعت البورقاية مالتي. البورق مال السوق يصير العجينة مالته كلش طيبة، بس الحشوة مالتهم يعني عبارة عن كرفس، كلش قليل تلقون بيها لحم. فبصراحة البورق اللي أنا نشرت لكم طريقته طيب، إذا ما شفتوه شوفوه وجربوها للطريقة. فيديو اليوم رتبته على مزاجي، يعني مو بترتيب الأيام، قدمت وأخرت بيها. يعني أكو لقطات صورتها قبل ما بنتي تتمرض، وأكو لقطات صورتها بعد ما بنتي تمرضت، بس رتبته بهذا الشكل حتى ما يصير الفيديو ممل وتستمتعون بالمشاهدة. راح تشوفون بهذا الفيديو ترتيبات وتفريز وطبخ وشوية لحظات صعبة، بس هذا الواقع ويجي حياة الأمهات كلها ركض بركض، ونكمل يومنا طبيعي رغم التعب. حبيت أشارككم مختصر 3 أيام حقيقية من حياتي. وهسه رجعنا لشغل المطبخ. أول شي سويت شوربة عدس، لأني هي كل شي ما تاكل صار لها كم يوم، يعني مجرد عايشة على المي تقريبا، حتى نخلينا لها المغذي، لأن يعني نخاف يصير لها جفاف، فبدنا نعتمد على السوائل. سويت لها شوربة، غسلت العدس كل زين مرة ومرتين وثلاثة إلى أن صار المي مالته نظيف. بعدين خليت له مي وخليته على النار ونخليه يستوي. طبعا يعني طريقة شوربة العدس هي كلش تقليدية، أنا ما أحب أسوي بيها فيكات وأشياء مختلفة، أحب أسويها على الطريقة مال البيبيات. بس بدأت تفور، راح أشيل هذا الوغف أو يسموه الريم اللي يطع الوجه، شلته صار صافي المي، وراح أتركه على النار إلى أن يتشرب المي كله، تقريبا ينشف المي مال العدس والعدس يستوي وينفش مثل ما تشوفون بهذا الشكل. هنا أنا راح أبدي أهرسه، أني أهرسه بالخاشوقة، أو إذا تحبون تضربوه بالبلندر كلش عادي، بس أنا ما أحبها مهروسة زايد، أحب يعني تبقى بيها حبوب أو بيها خشونة. ظليت أهرس بيها بالخاشوقة وتقريبا صارت بهذا الشكل. هسه هنا راح أضيف عليها المي اللي يكفيني للطبخ، يعني أنا قد أريد كمية الشوربة أضيف المي، وراح أتركها إلى أن تغلي مرة ثانية. بهالأثناء أنا حضرت البصل، حبدي أثرم البصل. أنا معروفة بالثرم، دائما أحب أثرم وثرمي ناعم، ما أحب أثرم خشن. هنا أنا كنت يعني ثرمت ثرم متوسط تقريبا، بس من أسوي مثلا حشو مال كبة، حشو مال بورق، أي شي أثرم بصل كمية كبيرة وأثرمه كلش ناعم، بحيث يعني مش قد أضيف مثلا على الكيلو لحم أخلي كيلو بصل أو نص كيلو، بس من أحمسه ما يبين لأن كلش ناعم. ومرات أثرم بمحضرة الطعام بس من مستعجلة، يعني إذا ما مستعجلة لا والله أثرم بيدي، لأن أنا أحب الثرم، وعادي مثلكم أثرم وأبكي، أثرم وأبكي، المهم يعني إنه أنا أثرم. ثرمت راس بصل واحد، وهسه ناخذ طاوتنا ونروح أطبخ. ضفت شوية زيت وراح أنزل عليه البصل وأخليه ينحمس كلش زين، حتى يعني ياخذ لون شوية، يصير لونه ذهبي طوخ، بس مو محروق طبعا لأن يصير الأكل مر. حمست، خليت البصل. اكو بنات يقولوا لي ايش قد تشتغلين بالمطبخ وايش قد تسوين، ما تتعبين، عندك طاقة، ما اعرف شنو. طبعا يعني اني حالي حالكم مثل اي ام بالبيت، يعني سويت غدا، غسلت الماعين ورا الغدا، قعدنا نظفت الجوال 24 ساعة. طبعا البيت ما ينظف من وراهم لان يلعبون ويهوسون براحتهم. هنا الشوربة من فارت، راح اخلي عليها شعرية، وخليت ملح وكركم، والبصل بعده دا ينحمس. نرجع لسالفتنا. مثلا يشوفوني انه انا دا اسوي تفريزات، فرزت فشي، انا ما افرز كل الكميات بيوم واحد، يعني بيوم سويت بورق اخذ استراحة وراها يومين 3 مثلا، وارجع اسوي لي شغلة ثانية. بس شنو انتم ما تشوفوني، يعني بالبيت انتم ما شايفيني، حتشوفون
بس الملخص تشوفون بس الاختصار. فشنو من حتشوفون انه انا دا اشتغل هواي شغلات بوقت واحد، بس هي الحقيقة لا، انا دا اشتغل باوقات متفرقة. من حمص البصل نزلت على الشوربة هو والزيت مالته طبعا، لان ما خلي الزيت بالشوربة، وراح انصيها واتركها لان تدخن. فطبعا الانترنت او السوشيال ميديا ما ينطيكم الوجه الحقيقي كامل، يعني انتو تشوفون مختصر. هسه اني هنا بهذا الفيديو حتشوفوني سويت اكثر من شغلة، بس بنفس الوقت هاي انا ما مسويتها بيوم واحد، هاي على ايام، على مدار 3 ايام تقريبا. واكو شغلات مثلا البورق لفيته انا قبل اسبوع، بس ما شلته رأسا وضميته، يعني خليته فرزته، خليته بصينية وعفته بالفريز، بقى يمكن 3 ايام 4. حالي من حالكم التهي، يصير عندي شي ما الحق. بعدين ورا 3 ايام 4 طلعته من الفريز، فرغته وضميته وهيجي. وهاي الشوربة صارت جاهزة، سويتها وكملت، صبيت لها الميمي وما أكلتها لأن بيومها كانت كلش تعبانة. هنا عندي كيس حمص اليابس، فأنا أحب أنقعه بالمي، أخليه ليلة كاملة، ثاني يوم أصفيه من المي وأخليه بكيس وأفرزه. اكو هاي ناس يحبون يسلقوه، كلش عادي إذا تحبون تسلقوه، بس أنا أحب هيك يعني أسويه ويا الطبخة نفسها. وهنا عندي البورق اللي قلت لكم عليه، اللي أنا مسويته يمكن هنا قبل 6 ايام هيك شي، بس ما لحقت اشيله بنفس اليوم، يعني انا لفيته وخليته بالمجمدة جمد وبقى بالفريز. وهاي بهذا اليوم قلت اصور لكم شلون افرزه. عندي هاي الاكياس مال فالكون كلش زينه، اكو غير انواع بس هي فالكون احسن شي، احسن نوعية موجوده بالسوق تقريبا. اخذت البورق هنا جامد مباشره بالكيس، وراح اسده واخليه بالمجمده. التفريزات كلش مفيدة، كلش تفيدكم بأوقات انتو تعبانين بيها، طالعة وراجعة مستعجلة، يعني اجاكم خطار فجأة، يعني ويا الأكل تقدموا، فأي شي تفريز كلش مفيد. اكو ناس من يشوفون افرز، ذاك اليوم جاني تعليق قالوا لي شنو هو رمضان ليش تفرزين؟ زين شنو احنا ناكل بس برمضان؟ وبرمضان من ننشر تفريزات يقولوا لنا ليش تفرزون؟ شنو يعني الأكل حيطير؟ فبالحالتين رضا الناس غاية لا تدرك. وعموما هذا الشيء أنا أسويه بحياتي اليومية حتى من قبل ما أصور، من زمان أنا دائما أسوي وأفرز، يعني مو لأن دا أصور فأسوي هذا الأكل، لا والله، هذه حياتنا الطبيعية وهي هاي الحقيقة. وراح أخلي البورق بالمجمدة الوقت الحاجة. وكلش هواية تجيني أسئلة على المجمدة العامودية، شنو رأيي بيها، عملية لو لا؟ بصراحة هي كلش عملية، كلش زينة، كلش ترتب. بس للأمانة المجمدة العادية هذه الأفقية ما أعرف شو يسموها، هذه المجمدة تشيل أكثر، بس العامودية ترتب كلش مرتبة. وهذا الحمص من بعد ما نقعته ليلة كاملة، ثاني يوم الصبح فرغته من مي النقع وغسلته غسلة زينة، وتركته يتصفى كلش زين وينشف من المي، وبعدين راح أرجع أخليه بالأكياس، وبنفس الأكياس اللي استعملتها للبورق اللي هي مال فالكون، هاي اللي تتطبق. طبعا إذا ما متوفرة أي أكياس عندكم، أي شيء موجود هو كلش عادي، حتى إذا تحبون تخلونه بحافظة ما تحبون بأكياس همينة يعني تشتغل ماكو مشكلة، سووا اللي انتم ترتاحون عليه والمتعلمين عليه. أنا ليش ما أسلق الحمص؟ مرات مثلا تجيني وصفة أحتاج أستعمل بيها حمص ما مطبوخ، مثلا أريد أسوي فلافل، فحضطر انه اجيب حمص ثاني غير اللي اني مسالكته. فاني دائما او مثلا ممكن تقدرون تسوون مثلا هذا كيس الحمص اللي احنا سلقناه، اقصد اللي احنا يعني نقعناه بالمي، ناخذ من عنده نصه او اكثر، نسلقه ونضمه، ونبقي جزء مثلا اذا ردنا نسوي بيه فلافل او شي تخلوه ني. بس انا متعلمه اخليه يجي، يعني من اريد طبخه ساعة الساعة. فمثل ما قلت لكم كل واحد يسوي اللي هو متعلم عليه واللي يرتاح عليه، انتي تمشين بيتك مثل ما انتي تحبين. فرغت الحمص وحاولت أفرغ الكيس من الهواء شوية، هم يترتب وهم ياخذ مكان بالمجمدة. طبعا أنا ناوية هالأيام إن شاء الله بالأيام الجاية أريد أسوي كباب، محتاجة ما عندي والله بخلصة من رمضان آخر مرة سويت، فهسه يعني ضروري إن أنا أسويها لأن كلش يحبوها، وما أحب أسوي وجبة بوجبتها، يعني أسوي بيوم واحد تنكرة تخلص. أنا تعبانة أسوي كمية وأخليها بالمجمدة، كلش تفيدني. هذا شكل المجمدة العامودية. طبعا مو كل الأبواب تنفتح بهذه الطريقة، بس أول 2 البقية كلها مجرات. وهسه صار وقت تعزيل المسواق، اللي هو المسواق العادي اللي يعني نقدر نقول أسبوعي تقريبا مال الخضار. بعيدا عن المثالية، أني ثلاجتي يعني مو ما منسقة كلش السلات، ما مسويتهن كلهن نفس الشكل ولا كلهن نفس اللون، يعني على اللي موجود عندي. أفكر إن شاء الله أريد أغيرهن أنسقهن، بس حاليا أنا عايفتها على هذا الشكل. طبعا أي شي دا أحكيه مرتبط بكلام واصلني من تعليقات ناس، يعني مثلا على السلات جاني تعليق أكثر من مرة يقولوا لي ليش ما ترتبين يعني السلة مال الثلاجة تسويهن كلهن نفس الشكل.
فيعني هي مو من أساسيات الحياة، هي أشياء أمور عادية. أنا هسه يعني إن شاء الله أستمر وياكم هنا راح تعرفون إنه أنا إنسانة كلش يعني نقدر نقول تقليدية أو عملية. أنا إنسانة كلش عملية، أدور الشي العملي، يعني ما دام شي أنا مستفادة منه ومنظره هو مو نشاز عادي أبقي، ما عندي مشكلة يعني. طبعا هاي السلال مو دائما أرتبها بهذا الشكل، يعني مرات عندي مسواق أكثر، فهاي السلة ما أخلي بيها هيك شغلات شلون هسه نخلي بيها حافظة ولبن وهذي، لا أخلي بيها مسواق بس. إذا أني كانت عندي فراغ بيها لا والله قلت أصفط بيها الموجود حتى تترتب بالثلاجة. هنا طبعا شلت الرفوف غسلتهن ونشفتهن ورجعتها بمكانها، وحنرجع الثلاجة. شوفوا الثلاجة شلون هي ترتب نفسها، ايش قد حلوة هيجي الحياة سهلة، كل شي هو يترتب وحده واحنا بس نتفرج عليه. وهنا دا اشوفكم هذا الحلا، طبعا هذا تراب الملوك بالقهوة، نزلت طريقته بالصفحة يعني تلقوه موجود. واذا وصلت لي هنا فانتي من عائلة اليوتيوب الصغيرة مالتنا، واذا ما مشتركة بالقناة اشتركي بقناتي، ان شاء الله كل يوم خميس ينزل لكم فيديو جديد، واذا تشجعوني حتى استمر وانوع لكم اكثر. واللي ما يعرفني طبعا أنا عندي على صفحات السوشيال ميديا يعني تيك توك والانستغرام عندي محتوى خاص بالطبخ، يعني بس طبخ، ماكو هاي الروتينات، هاي الروتينات خاصة لكم بس انتو باليوتيوب. هنا عندي مانجا أول ما جبناها كانت بعدها يعني قوية، خليتها برا الثلاجة إلى أن لحقت شوية، وهسه جيت قشرتها وقطعتها مكعبات وخليتها بحافظة حتى من نريد ناكل من عندها يطلعون شوية هيجي وياكلوها بالشطل. فللسهولة أحضرها كلها أقشرها بالمكشارة بهذه الطريقة وبعدين أقطعها مثل ما تشوفون. وإذا ما ياكلوها فنعصرها نسويها عصير أو نسويها موطة، فهي بكل الأحوال طيبة. وأني حصتي من هاي المانجا هي بس النواية اللي هاي البذرة الكبيرة يصير بيها مانجا بعد، فأني أحب هيجي أكلها يعني. أما أكو مثلي لو لا؟ هسه حشوف ويالكم. عندي هاي النواية أطيب من المانجا كلها، هيجي أستمتع بيها وأني أكلها. هذه المانجا كانت كلش حلوة، أنا أحب المانجا اللي يصير حلوة وحامضة شوية، أطيب من هذه يصير القشر مالتها أخضر مو هذا الشكل، وحجمها يصير كلش كبار. وعبودي يريد ياكلها مثل ما يشوفها بالإعلانات أو بالتلفزيون، دائما يقطعوها هي وبالقشر. هسه أشوفكم شلون أسويها. وهذه الحافظة راح أخليها بالثلاجة حتى تصير سهلة عليهم وياكلوها شو قد ما يعجبهم. وهنا هذه المانجا هي وقشرها قصيتها بهذا الشكل، وبعدين راح نسوي بيها خطوط يعني بالطول وبعدين بالعرض حتى تصير مربعات. اكيد شايفين هذا الشكل دائما يطلع بالتلفزيون، يحبون هيك يسووها، فالجهال طبعا يحبون يجربون الاشياء المختلفة. هسه سويتها بهذه الطريقة واخذوها وقعدوا ياكلوها استمتعوا بها. واخر شي حبيت اشوفكم مقطع من حياة صانعة المحتوى اللي عندها محتوى ثاني، مثلا انا عندي محتوى الطبخ، فاقعد ارتب قبل التصوير، ارتب شلون يعني. هسه انا محضرة الاشياء كل شي بماعون الصغير حتى اصور، والاستاندات مالتي والاضاءة، ومن غير الماعين اللي تصير عندي بالاخير ضعف الماعين بالايام اللي بدون تصوير. وبس والله هذا كان روتين اليوم او روتين الاسبوع. ان شاء الله عجبكم الفيديو وحبيتوه، ولا تنسون ميمي من دعواتكم، والله يعافيها ويعافي اطفالكم. لا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامة.